السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تظهر لكم القناه بتاعتي، انا اسمي مريم. بقدم اكلات سهله بوصفات بسيطه جدا. انا عملت ناجتس زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، ويمكن احلى كمان. اكله اقتصاديه. كلفتني ورك فرخه بس. انا كان المفروض اعملها بقطعتين بانيه، بس انا ما كانش عندي فاستبدلته بورك فرخه. قطعته، كان بالشكل ده. كان طعمه تحفه قوي. اول حاجه معايا الكبه بتاعتي. انا قطعت الدبوس بتاع الفرخة، وغسلته بالشكل ده، وضفت عليه بصلة كبيرة وبطاطسيتين كبار. مسلوقين. انا عايزاهم مسلوقين ويكونوا مسلوقين قوي. ومعاهم معلقة من الدقيق، وبيضة، ومعلقة توابل فراخ، ومعلقة ملح. هفرمهم كويس كلهم في الكبة. هي بقت معايا بالشكل ده. شوفوا انتوا حابين تخلوا شكلها ازاي، للناس اللي حابة تخليها مربعة صوابع. انا عملت جزء صوابع، وعملت جزء زي الكور مبططة. كان حلو قوي معايا، والسوا بتاعه كان جميل جدا. هو بس هتلاقوه سايح شوية. انا طبعا بغلفه بالفيجيتار. لو لقيتوه سايح قوي معاكم ومش عارفين تتحكموا فيه، ممكن تبلوا ايديكوا شوية بالزيت. ده شكله لما جهز. كان حلو قوي ريحته وهو ني اصلا. تشجع ان انتوا تاكلوه. بصوا، من ورك فرخة بس عمل لي كل ده. وعمل لي حوالي 10 قطع تاني صوابع، بس انا شايلاهم في علبة تاني. ما تصورش.
ده الشكل النهائي. حلو قوي، طعمه جميل، يتاكل سندوتشات، يتعمل جنبه مكرونة رز وسلطة. يعني شوفوا حابين تقدموه ازاي. حقيقي تحفة قوي. وصفة اقتصادية جدا جدا جدا، يعني بالنسبة لأسعار البانيه والأسعار عموما الأيام دي، فهي وصفة اقتصادية وتنفع لأطفالنا. أشوفكم في أكلة جديدة. باي باي.